يا مساء الخيرات. هحكي لكم حوار دار بيني وبين حد ويا رب يفيدكم. الحد ده بيقول لي اوقات ببقى مقرر اقضي يوم سعيد انا والولاد ومامتهم، يوم كده يبقى دمه خفيف نفصل بيه من الشغل والروتين اليومي كده يعني. وسكت. قلت له حلو، فين المشكلة بقى؟ قال لي المشكلة بعد ما بعمل كل الترتيبات دي صح وخطط لليوم صح ونفذ صح وانا بعيش احداث اليوم مش ببقى مبسوط، مش بكون سعيد. في حاجة من جوايا مش عارف هي ايه مخلياني مش سعيد، مش مبسوط، مش عارف استمتع باليوم. قال لي وهقولك على حاجة كمان بتحصل معايا. قلت له تمام قول. قال لي مثلا ببقى عايز اعمل شغل جديد ولا هدف جديد في حياتي، هشتري حاجة جديدة مثلا، وبيبقى الوضع كله مطمئن والدنيا خير وماشية تمام ومفيش اي حاجة تستدعي القلق. قال لي بس انا ببقى من جوايا خايف وقلقان ومتشائم، على الرغم ان انا بكون مقرر اني اخد البشارة الخير واستبشر خير كده واطمن، ومادام الامور ماشية تمام خلاص استبشر خير. هو انا ليه بيحصل معايا كده؟ انا حاسس اني محسود. تصدقي هو حسد، حد بيبصلي في الحاجة فبيخليني مش مستمتع بيها. يا بنتي ده انا لما ببقى في موقف حزين مؤلم بدل ما اتألم ببقى مش عارف ليه من جوايا شعور اني مبسوط، حاجة كده جنان في جنان. فقلت له طيب وانت بتتعامل مع الحسد ده ازاي؟ قال لي انا عموما من كتر ما خايف من عيون الناس اللي راشقة في حياتي مش بحكي الحقيقة لحد. يعني لو داخل مشروع والمشروع ناجح وارباحه حلوة اقول لهم ده مشروع فاشل وخسران مش جايب اللي عليه، الدنيا بايظة كده يعني. انا لو الدنيا معايا تمام انا ومراتي والولاد بخير ومراتي كانت تمام والدنيا هادية ومفيش مشاكل ما بيننا، انا بحكي العكس. قلت له كل حياتك كده؟ قال لي اه طبعا، اي حاجة كويسة اقول العكس عشان اريح نفسي من قصة الحسد. قلت له تمام وارتحت. قال لي لا، واضح اني مش عارفة اتخلص من تأثير الحسد عليا كويس. انا هقول من وجهة نظري ليه هو معرفش يعيش شعور الانبساط ده. هو بيكذب كتير، ولما بتكذب ما بتقدرش تختار الشعور وتعيشه. الانسان لما بيكذب مش بيصدق الشعور اللي هو اختاره. يعني لو انا اخترت ان انبسط واعيش يوم سعيد وقمت عملت اللي يخليني مبسوطة وسعيدة، اذا انا بكذب مش هعرف اتحكم في مشاعري واعيش شعور الانبساط ده. الكذب هيخلي اللي جوه عكس اللي بره. يعني لو انت الواقع بره سعادة يبقى جوه هيكون عكسه، عدم انبساط، حزن، فتلاقي نفسك بعد كل اللي عملته مش عارف تبقى سعيد. جواك حاجة انت مش عارفها مخلياك مش مبسوط. ربنا لما نهى الناس تكذب ده عشان خاطرنا، عشان ما يحصلش لخبطة في مشاعرنا، عشان مشاعرنا تبقى صادقة، عشان لو اخترت ان انا انبسط في اللحظة دي اعرف انبسط، لو اخترت ان اطمن نفسي اعرف اطمئن. لكن مع الكذب مش هتعرف تعمل ده، لان العقل اللاواعي بيسجل اللي جوه عكس اللي بره. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ربنا يهدينا ويهديكم يا رب.